أما فيما يخص الظرف الحالي اللي ممكن في لغط. طبعا احنا بعد خروجنا من بوليد تعرضنا إلى غارة من الحلف الصليبي، واستشهد معنا 26 من شبابنا من رفاقي، والباقيين كانت كلهم جروحا بليغة. يعني أصبت تلك الغارة. غارة كانت قرب وادي زمزم حوالي من شهر. فالإصابة راهي الإصابة اللي عندنا من شهر، وصلنا قرب وادي زمزم من الحلف الصليبي الكافر. وإحنا الحمد لله يعني حتى ما ضربنا ليبيين، ضربنا كفار ونصارى. وبالتالي موضوع هنا بالعكس، هنا هو اتفق على أن حتى العلاج يتم هنا في زنتان باعتبار في طاقم طبي ويقدر يجوا أطقم طبية والتخدير العملية اللي محتاجينها. احنا هنا قاعدين مع اخوتنا ومع اهلنا، وما في شيء مشكلة